هو المتحف المصري اتفتح؟ طب التيكت بكام؟ واجيبها منين؟ تعالوا اقول لكم، المتحف فتح من 5 ايام ترايل فيز، يعني فتح اجزاء منه ولسه محدش يعرف هيفتح كله امتى. التيكت ب 150 جنيه للمصريين وب 75 جنيه للطلبه والناس اللي فوق 60 سنه، والحجز اونلاين عشان شباك التذاكر اللي هناك لسه ما فتحش. وكل التفاصيل هتلاقوها اونلاين على ويب سايت gymtickets.com، وانتوا بتحجزوا التيكت هتلاقوا مواعيد للتور اللي ممكن تاخدوها هناك. تعالوا بقى احكي لكم عن زيارتي للمتحف. انا وصلت المتحف وبعدين اشتريت التيكت اونلاين، دخلت قعدت جوه شويه وبعدين اتقابلنا مع التور جايد عند المسله الساعه 2. بعدين خدنا السماعات دي عشان واحنا ماشيين نكون دايما سامعين صوتها كويس. قالت لنا ان المسله دي مرفوعه على الاربع اعمده دول عشان لقوا اسم الملك محفور على المسله دي من تحت. وبعدين اتمشينا للمتحف واللي مكتوب على الواجهه دول اسامي الملوك. وبعدين ندخل المتحف، وطبعا اول حاجه هنشوفها هو تمثال الملك رمسيس الثاني اللي كان موجود في ميدان رمسيس. هنلاقي على اليمين الجزء ده فيه تفاصيل تاج الملك رمسيس الثاني، واللي هناك ده عمود النصر بتاع ميرن بتاح، واللي جنبه ده الجيفت شوب هتلاقوا فيه حاجات حلوه جدا. بعدين في تمثالين البطالمه، وبعدين بقى هنخش يمين هتلاقي فيه شويه كافيهات لو حد عايز يشرب حاجه، وفي اخره هنوصل للفناء الشمالي. بعدين هنلاقي اخر حاجه ممكن نشوفها في المتحف وهو تمثال تاني موجود للملك رمسيس الثاني. وبس كده، ده اللي نقدر نشوفه هناك لحد ما المتحف كله يتفتح. معلومه من المعماري.